الدوله. هاد الناس هادو ما تيحركوش، ما تيهزوش مصاصتهم على الكرسي ويخرجوا يشوفوا شنو كاين في المدينه. هنا صاحب الجلاله راه عينك هنا باش تخدم لمصلحه المواطنين. انت عبد مشرط الحناك ديال السكان، ماشي السيد ديال راسك تجي تطل مره في الاسبوع ولا جوج وتمشي. راك هنايا تعينتي هنا بحالك بحال المعلم، بحالك بحال الفرملي، بحالك بحال اللي خدام في الضوء، اللي خدام في الماء 24 ساعه على 24 ساعه. راه مطلوب يكون حاضر هنا ويتصنت الشكايات ديال السكان. ما تنطلبوش منه يخدم خارج القانون ويطبق القانون اللي كاين. حنا تنطالبوا بتطبيق القانون. ها القرارات كلها هنا قرارات صادره على السلطه المحليه وعلى المجلس المنتخب، ولكن شكون اللي غادي ينفذها؟ ما معنى هاد الناس يتغاضون على تطبيق القانون، على احترام القانون؟ معناه كاينه ماشي باش انت سير المدينه. كاين الرشوه، كاين موظف بسيط من ولاد الشعير هو اللي يتحكم في الرقاب ديال هاد البشويه. هو موظف تابع للمجلس البلدي، خاصو يرجع للبلديه يشد الكاميوات ديال الزبل ولا يشد المكتب ديال النظافه ولا شي حاجه، ماشي يتكلف هو بالشاده الفاده ولا خبير ولا داير مكتب ديال الخبره في اراضي الجموع، داير مكتب ديال الخبره في القضايا ديال السكان، في قضايا المواطنين، في الشكايات ديالهم. وحنا تنعرفوا الامور كيفاش تتشكل وعندنا ملفات غادي نبداو نفتحوا فيها وغادي نعريوها. اذا باشا اللي غير كفء على الاقل خاصو يفتح المكتب ديالو، خاصو يفتح المكتب ديالو السكان ويتصنت ليهم في اي وقت. ما كاينش مواطن هنا ما عندوش ما يدار. هذه راه بلاد الكسب، بلاد الفلاحه، بلاد الزراعه. اليوم بلاد الحصاد، وقت الحصاد الناس عندهم ما يدار. ما غاديش يجي وانا نجي من سطات هكذاك عاجبني باش ندير هذه الوقفه، ولكن الوقت يتصنت المره الاولى والثانيه والثالثه كمناضل وكحزب اللي ما تيقبلش الظلم وما تيقبلش حاشا باش المملكه المغربيه يكونوا فيها مسؤولين موظفين من هذا المستوى هذا. اللي ما بقاتش قدام حط قدام، هز قدام حط قدام، والباشا نط قدام، والباشا نوض خدام، هز قدام حط قدام، هز قدام حط قدام، والباشا نط قدام، والباشا نوض خدام، هز قدام حط قدام، هز قدام حط قدام، والباشا نط قدام، والباشا نوض خدام. حنا اش نطالبوا هنا اليوم هذه الوقفه؟ علاش جينا ودرناها؟ جينا كحزب تاثر المواطنين، كحزب اللي خاصو يوصل الرساله ديالو.